كان معايا 120 جرام ذهب ودي تحويشة العمر وعايز ابيع لاني عايز اشتري بيت. هل ابيع النهارده ولا استنى يومين ثلاثة احتمال يرفع؟ ده سؤال جالي من احد المتابعين الاعزاء. تعالى كده نفكك السؤال ده عشان نستفيد منه. اول حاجة 120 جرام تحويشة العمر ربنا يبارك لك فيهم. وهنا بدي ملحوظة ان اي حد عايز يحوش ذهب يحوشه في صورة من اتنين، يا اما في صورة سبايك 24 يا اما في صورة جنيهات 21. وطبعا كل ما حجم التحويشه او حجم اللي بتحتفظ بيه يكون اكبر كل ما بيكون افضل، لان المصنعيه بتكون اقل. يعني مثال، بدل ما تجيب ربع جنيه ذهب على 4/4 يفضل ان انت تجيب جنيه ذهب مره واحده. ونفس الكلام بالنسبه للسبيكه، لان دلوقتي في سبايك مثلا سبيكه جرام وفي سبيكه ربع جرام. السبيكه ربع جرام مصنعيتها اعلى من السبيكه جرام. طبعا ده حسب ظروفك الماليه. يعني في واحد مثلا يتوفر معاه مثلا 7000 جنيه تمن سبيكه جرام عيار 24، وفي واحد مثلا معاه 1800 او 2000 جنيه يقول لك اروح اجيب ربع. فماشي تمام، مفيش اي مشكله. نيجي بقى للجزء الثاني في السؤال، ابيع عشان عايز اشتري بيت. طبعا تبيع على طول طالما انت هتبيع الذهب اللي معاك علشان تدخل في قصر، بيت، عربيه، شبكه لابنك، اي حاجه بقى هتجيب بيها قصر. يبقى هنا الغرض اللي انت كنت محوش عشانه الذهب، الغرض الحمد لله ربنا وفقك ان انت حوشت، والحمد لله بقى المبلغ اللي انت محوشه او اللي انت تحوطت بيه في الذهب يقدر يشتري بيت على طول. روح اشتري، ما تقولش بقى استنى كمان يومين ثلاثه، لان هنا انت هنا مش بتستثمر ولا انت بتتداول. انت خلاص انت كنت محوش الذهب لغرض معين، والحمد لله الغرض ده بقى متاح دلوقتي تنفذه. توكل على الله وربنا يبارك لك. وحضرتك او حضرتك لو عندك اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس تحت، انا عامل فقره يوميه للرد على اسئله الساده المتابعين.